السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير سألتنا عن الديدان اللي بتظهر في الجوافة وإيه علاجها وإزاي نقدر نمنعها. يعتبر عملية صعبة ومعقدة ولازم نتابعها من البداية، لأننا لو ما تابعناهاش من البداية الديدان هتمسك فيها وبالتالي مش هتنفع معانا، أو هيمسك فيها الدودة ومحصول الجوافة كله هيبوظ. أول حاجة بنعملها وهي قبل التزهير مباشرة بنرش مرة مبيد حشري، ده قبل ما تظهر الشجرة نفسها. تاني حاجة أول ما تبدأ تظهر معانا والزهرة تبدأ تتفتح هنجيب شيح ونرشه عليها عشان تمنع برضو ذبابة الفاكهة، لأنه يعتبر مبيد قوي لذبابة الفاكهة وهو الشيح أو لبيض ذبابة الفاكهة. لأن لو رشينا مبيد حشري هتأثر على الأزهار وبالتالي ممكن تتساقط. بعدها أول ما تقعد وتبدأ الثمر تبدأ تاخد وضعها بنديها برضو رشة مبيد حشري. في كل مرة بنرش مبيد لازم المبيد يكون مختلف عن المبيد التاني. يفضل ان هو يكون مختلف عن المبيد اللي قبله، لكن عادي لو متوفر معانا هو نوع واحد عادي مفيش اي مشكلة ممكن نستخدمه. لكن الافضل عشان لان ذبابة الفاكهة بتاخد مناعة في كل مرة من المبيد اللي احنا بنرشه. يعني لو احنا رشينا المرة دي مبيد اليرقات اللي هتطلع او الذباب اللي موجود بعد كده ياخد مناعة من المبيد اللي ترش مرة، فعشان كده بنقول الافضل تغييره كل مرة او كل مرتين. كده قلنا قبل ما نبدأ تظهر بالرش مرة حشري. اول ما بتظهر بالرش الشيح. بعدها اول ما بتقعد بالرش طبعا مبيد حشري. اول ما بتاخد بقى وضعها قبل ما تستوي بفترة بشهر كده بنديها رشة حشري. واول ما تاخد اللون بتاعها الاصفر بنديها ايضا مرة قبل الحصاد باسبوع ولا باسبوعين رشة حشري. بالتالي الدودة او ذبابة الفاكهة هتنقطع عننا نهائي. ده الطريقة التانية هو ان احنا بنجيب ازازة وبنحط فيها خميرة ومولاسيون او اي مبيد حشري وبنحطهم في ميه وبنخرم الازازه، ويتم وضع الازازه عليه ازازتين ولا ازازه على كل شجره. وبالتالي الذبابه هتيجي عليها، واول ما بتدخل الازازه بنعمل فيها فتحات تدخل فيها بتموت وتقع في المية دي وتموت ونقضي عليها بدل ما تروح على الثمار بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة. ما تنسوش بس تعملنا الشير للفيديو ولايك وكومنت عشان الكل يستفيد. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.